لكن من أعظم امتحاناته أنه يمتحننا بالعطاء. هل تعطي أو لا؟ هل أنت بخيل في مالك أم كريم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف حول البيت فسمع أحدهم يقول: اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لن تغفر لي. قال: ويلك، اليأس من رحمة الله من أعظم الذنوب. قال: إن ذنبي عظيم يا رسول الله. قال: ذنبك أعظم أم الأرض؟ قال: بل ذنبي. قال: ذنبك أعظم أم السماوات؟ قال: بل ذنبي. قال: ذنبك أعظم أم الأرض والسماوات؟ قال: بل ذنبي. قال: ويلك، ذنبك أعظم أم الله؟ قال: لا، الله أعلى وأجل. ما ذنبك؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل غني، أعطاني الله ما أعطى، ولكن حينما يأتيني طالب حاجة فكأنه يقدم علي بشعلة من نار، كأنه يريد يحرقني. نحن نتوقع أن يقول له النبي: ما عليك، ما في شيء، لا تيأس من رحمة الله. قال: إليك عني، ابتعد، لا تحرقني بنارك. فوالذي نفسي بيده لو وقفت بين الركن والمقام وصليت وبكيت حتى جرت من دموعك أودية، ثم قدمت على ربك بما أنت عليه، لألقى بك على منخريك في نار جهنم. لأن الله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنت حينما تعطي للفقير تشعر بنوع من المنة عليه. ليش؟ لأن أعطيته، لكن في الحقيقة قضيت له حاجة، حصل هو على مبلغ من المال يأكل به، يشرب به، يلبس به، لكن أنت تحصل على 3 حاجات. الحاجة الأولى أن الله يخلفك. الحاجة الثانية الثواب. الحاجة الثالثة تترفع عن الدنايا، حب المال، الإخلاد إلى الأرض. بعض الناس مستعد في سبيل المال أن يرتكب كل جريمة، مو بمقدار حاجته، أكثر من حاجته، طمعا في المال. يعني في الحديث الشريف أن لله ملكا، الله خالق ملك، ويوم اللي رب العالمين يخلق ملك يريد يستجيب له. ملك عند عرشه، وعرش الله يعني سلطة الله وهيمنة الله على الكون. يقول هذا الملك: اللهم أعط كل منفق، كل واحد اللي ينفق، خلفا، وكل ممسك تلفا. أنت حينما تعطي تأخذ، وتأخذ أكثر مما تعطي. الأنبياء والرسل وعظماء التاريخ كلهم كانوا أسخياء. الإمام موسى بن جعفر كان معروفا بالصرر. الصرة يعني كيس كانوا يخلوه في دراهم ودنانير. أحيانا كانت صرره تغني، يعني الرجل ما يحتاج إلى مساعدة من أحد إلى نهاية حياته. تعرف يعني كم في هذا اليوم؟ يعني واحد يجيك وانت عندك فتعطيه مليون دولار، يشتري له بيت 700,000 و300 يخليه في التجارة، فيعيش بها إلى نهاية حياته.